ليش قطر أهدت الرئيس الأمريكي طيارة سعرها 400 مليون دولار؟ وليش غالية؟ وإيش مواصفات هذه الطيارة وكيف شكلها؟ وليش هذه الهدية أثارت الجدل بكل أمريكا؟ كل أمريكا عصبت إنه ليش هاي الطائرة تهدوها لترامب؟ ليش أصلا صار هذا الجدال كله؟ أعطيك الجواب الحقيقي اللي راح يقهر كثير ناس. أول شيء هذه الطيارة اسمها بونج 8747، وهاي الطيارة تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار. من كثر الرقم ما هو صعب مش عارف أحكيه. قبل ما أكمل أتمنى كل التعليقات أعلام قطر ودعاء لقطر، والله يستاهلون كل خير يا جماعة. هاي الطيارة عبارة عن قصر متنقل، كيف القصر اللي احنا كلنا بنعرفه وبنشوف صوره، هو عبارة عن قصر متنقل بس بتطير في الجو. فيها أكثر من 6 غرف، وفيها أكثر من 9 حمامات، وفيها غرف كبيرة جدا، فيها اشياء مصنوعه من الذهب، حتى مسبح بتلاقيه فيها. والسبب الحقيقي اللي خلى قطر تعطي ترامب هذه الهديه عشان يحاول ويوقف الحرب اللي قاعد تصير عنا في اخواننا. صار عليها جدل كبير لانه ممنوع في الدستور الامريكي انه الرئاسه تاخذ اي هدايا خارجيه، فاصلا يمكن هو نفسه يقبلها اصلا، بس يمكن من الضغوطات ما يقدر يقبلها. وقطر قاعد تسوي كل شيء عشان توقف الحرب في فلسطين والحروب كلها موجوده في العالم.